الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من تحذير البشرية من بعض المخالفات في البلاد اليمنية التحذير من البدعة ككل، لأن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وهذا الدين الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم قائم على أمرين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال العلماء: من دعا إلى غير الله فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فعلى المسلمين جميعا أن يتوبوا ويؤوبوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، وليحذروا البدع جملة وتفصيلا: البدع القولية، والبدع الفعلية، والبدع الاعتقادية، البدع الكفرية، والبدع المفسقة. الدين قد أتمه الله عز وجل وأنزل في شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن ابتدع في الدين ما لم يأذن الله به ففعله داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. زاد بعضهم: وكل ضلالة في النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة جمعة يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالمتعين على العبد أن يأخذ بالكتاب والسنة، وأن يكون في بعد عن البدعة، لأن البدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال أهل العلم: أي لا يوفق للتوبة، وإلا فإن التوبة صحيحة من كل ذنب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الخوارج: يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. قال بعض أهل العلم: آخر الحديث أشد عليهم من أوله. وقد استدل أبو أمامة رضي الله عنه بقول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. استدل به على الخوارج. أما الأثر المذكور عن ابن عباس وأخرجه اللالكائي وغيره ففيه كلام. فالشاهد أن أهل البدع وإن كانوا عبادا أعداء لله، وأهل السنة وإن كانوا فساقا أولياء لله، مع أن الفسق معصية وصاحبها على خطر وضرر، إلا أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، كما قال سفيان وغيره: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ويذكر أن إبليس جاءه من إليه وقالوا له: هؤلاء يذنبون ثم يستغفرون، فجاء إلى الناس بهذه البدع التي لا يتاب منها. تجد الرافضي يرى نفسه على أهدى سبيل وهو زنديق كافر منافق، والقرمطي الباطني تجده على ذلك، والصوفي القبوري يرى نفسه على هدى وهو ليس من الإسلام في سرد ولا ورد بسبب البدعة. تجد الخارجي يفجر نفسه ويفجر غيره لأنه يرى أنه على هدى وهو على ضلالة. فلذلك البدعة ما يتوب منها، قل أن يتوب مبتدع، بينما المعاصي يتوب منها الناس. كم من إنسان يكون زانيا يتوب، يكون سارقا يتوب،
يكون مرابيا يتوب، يكون عاقا يتوب، يرى أنه واقع في معصية والناس يعيرونه بالمعصية. أما البدعة قد لا يتوب إلا من شاء الله له التوفيق والتسديد، وإلا فالغالب فيهم أنهم لا يتوبون ولا يوفقون للتوبة، لأنهم أعرضوا عن الكتاب والسنة، أعرضوا عن الهدى، أعرضوا عن الضياء، أعرضوا عن النور، أعرضوا عن الحق، فسلط الله عليهم الأهواء تتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. داء الكلب إذا دخل في الإنسان يموت منه، ما عاد يشفع إلا أن يشاء الله. في هذه الأزمنة إذا وجدت بعض الأدوية فإلا كان خلاص يذهب. وهكذا البدعة تدخل في الإنسان وتفسده. كم من إنسان يكون من أصحاب الخلق الحسن، من أصحاب العبادة الطيبة، من أصحاب محبة العلم، من أصحاب الخير، فإذا ابتدع يعني كره كل ذلك وتنكر لأهل الحق وحارب أهل الحق. الحذر من البدعة، الحذر من البدعة. ومنذ دخلت البدع إلى البلاد اليمنية فرقتها ومزقتها، وتسلط أهل البدع على أهل الحق بسبب التنافر الذي يقع بين أهل الإسلام بسبب البدع المحدثة، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. الأهواء المردية هي البدع، ادعو الله عز وجل أن يجنبه إياها. قال البربهاري: واحذر البدعة وإن رآها الناس حسنة، احذرها، لا تفرح ببدعة. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل على قوم يسبحون في مسجد، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، يعني قد يقول قائل هذا طاعة، ومع ذلك نظر إليهم نظرة المنكر وقام عليهم وقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن لكم أن لا يضيع الله من أجوركم شيئا. هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، وقد أحدثتم والله. وفعلا قتلوا مع الخوارج في النهروان، أحدثوا البدعة ما تأتي بخير. الخير في السنة، الخير في الإسلام الصحيح. إلى هنا بارك الله.